يوضح أركان أنه جاء لمساعدتهم، فتبين له الفتاة أنها ليست لصة. عندها يدرك أنها هي نفسها الشخص الذي رآه يدخل المنزل، لكنها تشرح له أنها لم تكن تقصد السرقة، وأن والدتها مريضة جدا، وقد أخذت بعض الطعام والحطب لتشعل النار وتتدفى بسبب شدة البرد وخوفها على والدتها. يدخل أركان ليرى حالة الأم، وعندما يشاهد مدى بؤس وضعهم يعرض عليها أن يأخذهما معه إلى مقر القيادة حيث يمكن مساعدتهما، لكنها ترفض وتوضح أن لديها شقيقين كبيرين، وإذا عدا ولم يجدا أحدا في المنزل ستحدث مشاكل. عندها يقرر البقاء بجانبهما ومساعدتهما حتى الصباح. وفي الجهة الأخرى نرى اللصوص وهم يراقبون المنزل، ويخبر أحدهم البقية أنهم لن يسرقوا هذه المرة، بل سيختطفون الفتاة، ويخططون لتنفيذ ذلك بمجرد مغادرة الجندي. يطلع الصباح ونرى دجلة وهي تحضر له طعاما قبل رحيله كنوع من الشكر لأنه سهر بجانبهما وحماهما. يتعارفان أكثر، ومن حديثها يفهم أنها لم تغادر القرية في حياتها، وعندما يستغرب توضح له أن شقيقيها صارمان جدا ولا يسمح لها بالابتعاد عن المنزل، كما أنها لم تخرج منذ صغرها، بل حرمت أيضا من دخول المدرسة ولا تعرف القراءة ولا الكتابة. يحزن أركان لحالها ويخبرها أنه سينتظر شقيقيها ليتحدث معهما، لكنها تخاف بشدة وتحذره من إخبارهما بأي شيء لأنهما قد يضربانها، وتطلب منه أن يغادر فورا، ثم تتركه وتدخل المنزل وتغلق الباب. وقبل أن يغادر يلمح أحد اللصوص فيظهرون جميعا أمامه ويخبرونه أنهم جاءوا لأخذ الفتاة، ويطلبون منه ألا يتدخل مقابل أن يتركوه حيا، موضحين أنهم 3 مقابل 1 ومن الأفضل له أن يبتعد. لكن أركان يقف بشجاعة ويرفض السماح لهم بالاقتراب منها، فيردون بإطلاق النار عليه فيصاب في ذراعه، لكنه يقاوم ويبادلهم إطلاق النار رغم أنهم يحاصرونه من كل جانب. في هذه الأثناء تخاف دجلة عليه فتفتح الباب وتطلب منه الدخول. يحاول الوصول إليها وهو يحمي نفسه، لكنه يصاب مرة أخرى ويسقط أرضا. تحاول سحبه بكل قوتها، بينما تواصل العصابة إطلاق النار على المنزل وتحاصرهم. ولسوء الحظ تصاب والدتها برصاصة وتفارق الحياة، فتنهار دجلة عليها. أما أركان فيتصرف بسرعة ويبعدها عن الخطر، ثم يكتشف أن ذخيرته قد نفدت، ويدرك أن خروجهما معا من هذا الموقف صعب للغاية. يطلب منها أن تتركه وتهرب على أن يقوم هو بإشغالهم، لكنها ترفض وتخبره أن حياته أهم بكثير من حياتها، وأنه لا يوجد من تنتظره في الحياة. تشكره على كل ما فعله، ثم تخرج وتسلم نفسها للعصابة وتكذب عليهم مدعية أن الجندي قد مات حتى تمنعهم من الدخول وإنهاء حياته. في اللحظة الأخيرة يتمكن أركان من الوصول إلى جهاز اللاسلكي والتواصل مع القائد، فيحضر الجنود بسرعة وينقذونه. في هذه الأثناء تأخذ العصابة دجلة أسيرة وتصعد بها إلى الجبل. يثني القائد على شجاعة أركان وتصديه ل3 رجال بمفرده، لكن أركان يكون حزينا لأنه لم يستطع إنقاذها، ويطلب من القائد العثور عليها لأنها أنقذت حياته. فيطمئنه القائد بأنهم سيبحثون عنها في كل مكان حتى يجدوها، ثم يعطيه الهاتف ليطمئن عائلته عليه التي كانت قلقة بشدة منذ وقوع الزلزال.